لله مسبب الأسباب رب الأرباب منزل السحاب هازم الأحزاب ألان بذكر الموت قلوب أولي الألباب وكسر بالموت هيبة الملوك والجبابرة والأكاسرة وأذل منهم الرقاب. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ رسالة وحمل الآن وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، وتوفاه الله سبحانه وتعالى وهو راض عنه غير غضبان، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. عباد الله، أوصيكم وأوصي نفسي تقوى الله، فإن الله سبحانه وتعالى أوصاكم بتقواه، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. عباد الله، اعلموا أنكم في حياتكم الدنيا إنما أنتم عابري سبيل، واعلموا أن هذه الحياة الدنيا متاعها متاع الغرور، واعلموا عباد الله أنها دار ممر لا دار مقر، واعلموا عباد الله أنكم لو كنتم أعزاء على الله لما أنكم أعزاء على الله فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أعز منكم على الله، ولكنه انتقل إلى رفيقه الأعلى إلى الله رب السماوات والأرض. فاعلموا أن الموت لا يخطئ أحدكم، فاعلموا إن يوم ولدتم أنكم تنتظرون هذا الزائر الذي لا يستأذنكم كما استأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم. كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. إنك ميت وإنهم ميتون، كل شيء هالك إلا وجهه سبحانه وتعالى. فاعملوا عباد الله كي تفلحوا وتنجحوا وكي تلحقوا بحبيبكم محمد صلى الله عليه وسلم إلى فراديس الجنان، وكي تشربوا من حوضه، فإن موعدكم الحوض كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. عباد الله، أخطبكم اليوم في موضوع أرجو من الله تعالى أن أكمله. هو مصيبة من أعظم المصائب التي حلت بالإسلام والمسلمين، هي مصيبة المصائب. فمن كانت له مصيبة فليذكر موت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليذكر وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنها مصيبة المصائب. سنتدرج في خطبة النبي صلى الله عليه وسلم وكيفية التحاقه بالرفيق الأعلى، فإنه مات صلى الله عليه وسلم وترك فينا سنته، فلنمسك عليها بالنواجذ ونتبع حبيبنا محمد إن كنا بحق نحبه. بدأت مؤشرات الوفاة، مؤشرات قال الرسول صلى الله عليه وسلم بالرفيق الأعلى في السنة 10 من ذي الحجة في حجة الوداع، أو بالأحرى في رمضان من السنة 10، عندما كان يراجع جبريل عليه السلام، يراجعه في العام مرة، يراجعه القرآن في العام مرة، وعامها رجعه مرتان. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف في العشر الأواخر من كل عام، وعامها اعتكف شهرا كاملا، فكانت أول رداهات الوفاة وانتقال النبي الأكرم صلى الله عليه وسلم من الدار الدنيا إلى الرفيق الأعلى. وفي حاجة الوداع نزل
من نقصان يا رسول الله؟ قال صدقت يا عمر. قال صدقت يا عمر. وعندما نزلت سورة النصر بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. قال يا أخي يا جبريل ما نزلت هذه السورة إلا في نعي ودنو أجلي. قال جبريل عليه السلام وعلى رسولنا أفضل الصلاة وأزكى التسليم وللآخرة خير لك من الأولى يا رسول الله. وللآخرة خير لك من الأولى يا رسول الله. أيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم مولاه أبا مويهبة في جوف الليل، وهذا الحديث مروي عن أبي مويهبة فقال إن الله سبحانه وتعالى قد أمرني أن أستغفر لأهل البقيع، فذهب إلى البقيع فاستغفر لهم ثم قال سلام عليكم أهل المقابر أنتم السابقون ونحن بكم إن شاء الله لاحقون ليهن لكم ما أصبحتم فيه ما أصبح الناس فيه. أقبلت الكنف قطع الليل المظلم يتبع آخرها أولها وآخرها شر من أولها. يا أبا مويهبة إن عبدا خيره الله، إن الله سبحانه وتعالى خيرني بأن أعطاني خزائن الأرض والخلد فيها ثم الجنة وبين لقاء ربي. فقال أبا مويهبة بأبي أنت وأمي يا رسول الله اختر الدنيا وخزائنها ثم الجنة، وتختار الدنيا وخزائنها والخلد فيها ثم الجنة. قال بل اخترت لقاء ربي، بل اخترت لقاء ربي. ثم عاد رسول الله صلى الله عليه وسلم يشتكي وجعا برأسه، فدخل إلى حجرة عائشة رضي الله عنها وأرضاها وهي تشتكي وجعا برأسها. فعندما دخل عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي تقول ورأساه يا رسول الله، قال لها بل أنا يا عائشة ورأساه. فاشتكى من يومها وجعا برأسه صلى الله عليه وسلم. يا عائشة ما ضرك؟ والكلام لرسول الله صلى الله عليه وسلم. يا عائشة ما ضرك لو مت قبلي وغسلتك وكفنتك وصليت عليك. ثم ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم ليستغفر إلى شهداء أحد بعد حجة الوداع ب81 يوما. ذهب ليستغفر لشهداء أحد فاستغفر لهم وحمد الله سبحانه وتعالى. ثم ذهب إلى المسجد فاعتلى المنبر فقال أيها الناس إني بين أيديكم فرط، أي سابقكم إلى الموت. إني بين أيديكم فرط وأنا عليكم شهيد، وإني لأرى حظي من مكان هذا. أيها الناس إني بين أيديكم فرط وأنا عليكم شهيد، وإني لأرى حظي من مكاني هذا. أيها الناس إني لا أخاف أن تشركوا بعدي، ولكن أخاف عليكم الدنيا أن تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم. وقد أهلكتنا يا رسول الله، وقد أهلكتنا الدنيا يا رسول الله، فلم نسمع كلامك في حالنا من الدنيا يا رسول الله، فتنافسوا فيها فتهلككم كما أهلكتكم. أيها الناس إن عبدا خيره الله بين خزائن الأرض والخلد فيها
بها إلا أبا بكر فإن له يدا لا يكافئها عليها إلا الله سبحانه وتعالى. كيف لا وأبا بكر الذي تصدق بماله كله في سبيل الله، كيف لا وهو الذي بعث الله سبحانه وتعالى جبريل ليقرئ أبا بكر السلام. قال يا رسول الله أقرئ أبا بكر السلام وقل له إن الله يقرئك السلام ويقول لك يا أبا بكر هل أنت راض عن إني راض عنك فهل أنت راض عني. هذا أبا بكر الصديق صديق الأمة، كان أعلم الصحابة بما يصفه رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان أعلم الصحابة بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما يتكلم عن نفسه، إنما ينعى نفسه. فأتم صلى الله عليه وسلم أيها الناس إن كل باب في هذا المسجد مسدود، أو إن كل خوخة في هذا المسجد مسدودة إلا خوخة أبا بكر، أي الباب الصغير بين البيتين، إلا باب أبا بكر. أيها الناس أيها الناس ثم حمد الله سبحانه وتعالى ورجع إلى بيت عائشة واشتد به المرض صلى الله عليه وسلم، اشتد به الوجع صلى الله عليه وسلم، فأفاقه من غفوته صلى الله عليه وسلم، فأوصى النساء بأن قال لهم تصدق بالدنانير، فكان في ذمته صلى الله عليه وسلم في بيته 7 دنانير، فقال لهم هل تصدقتم بالدنانير؟ ثم أغمي عليه صلى الله عليه وسلم، فحينما أفاق ثانيا قال هل تصدقتم بالدنانير؟ 7 دنانير من حلاله صلى الله عليه وسلم. ثم أفاق ثالثا قالوا شغلنا بك يا رسول الله. قال ما ظن محمد يقابل ربه بهذه الدنانير ونحن منا من يقابل ربه بملايين الدنانير من الربا ومن السحت ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فضجت المدينة وضج المسجد، وفي صلاة كانت آخر صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة المغرب، ثم عهد بالصلاة من بعده لأبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. عندما قام فقال لهم أصلى الناس؟ قالوا إنهم ينتظرونك يا رسول الله. فأغمي عليه ثانية أصلى الناس؟ قال إنهم ينتظرونك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. لم يقدر أن يقوم للصلاة، فعهد بالصلاة لأبي بكر. مروا أبا بكر فليصلي بالناس، مروا أبا بكر فليصلي بالناس. فراجعته أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها فقالت يا رسول الله إن أبا بكر رجل نسيف، أي كثير البكاء، إن أبا بكر رجل أسيف. فقال لها رسول الله إن كنا صواحب يوسف، مروا أبا بكر فليصلي بالناس. وفي هذا إشارة لخلافة أبي بكر بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد استخلفه رسول الله صلى الله عليه وسلم 17 صلاة في حياته، فكيف لا يستخلفه في أمر الدنيا؟ قد استخلفه في أمر الآخرة، فكيف لا يستخلفه في أمر الدنيا؟ عند ذلك قام رسول الله صلى الله عليه وسلم من وجهه فقال لهم أهريقوا علي 7 قرب ماء من 7 آبار شتى، فجاءوا له بالقرب 7 قرب ماء من كل بير من آبار متعددة، فوضعوه في مخضب، قلوا نحن قصع، فوضعوه في مخضب، ثم طفقوا يصبون عليه من القرب حتى أحس بخفة صلى الله عليه وسلم، ثم ذهب إليهم في صلاة
يتهادى بين رجلين وهما علي بن أبي طالب والعباس عمه. ثم ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعندما رآه الناس كادوا يفتتنون به، فكبروا وحمدوا الله سبحانه وتعالى، وأبا بكر يصلي بهم. فعلم أبا بكر الصديق أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أهل عليه من وجع، فتأخر قليلا كي يؤمهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأشار له رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبقى مكانه. فاقترب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى جنب أبي بكر الصديق، فصلى أبا بكر بصلاة رسول الله، وصلى الناس بصلاة أبي بكر. فداك أبي وأمي يا رسول الله. فعندما كملت الصلاة رجع إلى بيته وهو يشتكي وجعا برأسه. دخل الحجرة وقد استأذن، أشار إلى نسائه، كان يقول لهن أين أنا الآن؟ أين أنا الآن؟ ففهمن أنه يستأذنهن كي يمرض في بيت عائشة، فأذن له بذلك، وهو في حجرة عائشة رضي الله عنها وأرضاها. دخل عليه عبد الرحمن أخو عائشة، عبد الرحمن بن أبي بكر، وهو يستن بسواك، فنظر رسول الله إلى السواك، فعلمت عائشة رضي الله عنها وأرضاها أنه يشير إليها بالسواك. بقي إلى آخر حياته وهو يستاك بالسواك، وهي سنة مؤكدة لرسول الله غفلنا عليها منها كثيرا. فقالت: أجلب لك السواك يا رسول الله؟ فأشار عليها بعينيه أي نعم. لا يستطيع الكلام صلى الله عليه وسلم من فرط وجع، فأخذ يستن بالسواك. فقالت أم المؤمنين عائشة: فأخذته لرسول الله فضمته وبينته له، وكان ذلك آخر عهده أن مد بين صدري ونحري، وأن جعل الله بين ريقي وبيته، فهذا من تشريف عائشة. دعا إلى الله الموت، وفي جانب رسول الله صلى الله عليه وسلم إخوة للناء إلى نسيف الماء، كان إذا اشتد به الوجع واشتد به الحمى وضع يده في تلك الركوة، ثم نقع بها على وجهه صلى الله عليه وسلم، فقال له عبد الله بن مسعود: إنك لتوعد وعدا شديدا يا رسول الله. قال: إني لأوعد مثل ما يوعد الرجلان منكم. قال: هذا لأنك أجرا يا رسول الله. قال: نعم، إن العبد من عباد الله المؤمنين ما أصيب بأذى إلا وكتب الله له به أجر، حتى الشوكة يشابهها، وهذا من فضل أمة الإسلام وأمة الإيمان، مضاعف في الأجور، احتسابا لله سبحانه وتعالى، سبحانه وتعالى. دخلت فاطمة بنت أبيها على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوضع ولدته وهو
ثم قال: أيها الناس، هل خلد نبي في من بعث فيهم فخلد فيكم؟ أيها الناس، إني فرط بين أيديكم فرط، وأنا عليكم شهيد. أيها الناس، أوصيكم بالمهاجرين خيرا، وأوصي المهاجرين بعضهم ببعض خيرا، وأوصيكم بالأنصار خيرا، فإنهم برشدي وعينتي. إن الناس يزيدون والأنصار يقلون حتى يصبحون كالملح في الطعام، فمن تولى فيكم أمرا ينفع فيه أو يضر فليقبل بمحسنهم وليتجاوز عن سيئهم. وكان فيما أوصى رسول الله صلى الله عليه وسلم بطرد اليهود والنصارى من جزيرة العرب
يشتاق إلى الموت. ادخل الموت فدخل الموت على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم استأذن جبريل عليه السلام قبل أن يقبل الموت روحه سرية صلى الله عليه وسلم، فقال له السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا رسول الله. فأخذ ملك الموت اليوم أطيب روح وأزكاها وأنقاها وأطهرها في هذا الوجود، روح رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا أيها النفس المطمئن ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي
صلى